السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم شباب جريد 4 وجريد 5. النهاردة فيديو مجمع وهنتكلم فيه عن صفتين، كل صفة معناها في المناهج بتاعتنا. عندنا أول حاجة شباب كلمة أو صفة في منهج جريد 4، والكلمة دي موجودة في الستوري في الدرس الثالث من يونت 1، قصة جحا. الصفة دي اسمها جريدي. جريدي يعني طماع أو جشع. عايزين نعرف الكلمة دي معناها إيه. أول حاجة عندنا يا شباب كلمة greedy معناها he wants more than he needs. greedy لازم اضم شفايفي كده، والاي طويله والواي برضه، فهو واحد طماع او جشع بيبقى عايز اكتر باللي معاه او اللي عنده. greedy. طب الصفه الثانيه موجوده في منهج جريد 5 اسمها selfish. selfish يعني اناني، يعني ما بيهتمش غير بنفسه او مش شايف غير نفسه، كل حياته وكل اهتماماته لنفسه بس، وما بيبادلش الناس التانية او بيبادل اي حاجه تانية للمشاعر. اسمها selfish، معناها caring for oneself only، مهتم بنفسه بس. فده فيديو النهارده يا شباب عن الصفتين دول، التو adjectives اللي موجودين في منهج جريد 4 وجريد 5 من المنهج الجديد انجلش. عندنا في جريد 4 كلمه greedy يعني طماع او جشع، وعندنا كلمه selfish يعني اناني من منهج جريد 5. انا احمد صار and thank you so much.